مبدئيا انا بلبس نظارة من وانا صغيرة عشان نظري ضعيف ومش بشوف من غيرها مهما حاولت. وامبارح وانا بهزر مع اخويا راحت النظارة واقعة مكسورة، فرحت لمحل عندنا في الشارع بتاع نظارات اعمل نظارة جديدة، واصلا طول الطريق من البيت لحد المحل ماشية على جنب عشان نص الشارع مش شايفاه، ولو كان اخويا الغبي موجود كنت اخدته معايا بدل ما انا ماشية بحسس. ولما وصلت المحل واديت للراجل النظارة سألته اجي اخدها امتى، قال لي بكرة على الظهر كده هتكون خلصت، ابقي عدي خديها. قلت له تمام، وقمت وبدأت امشي على مهلي عشان اصلا انا مش شايفة حاجة، ولسه يا دوبك هخرج من المحل اتكعبلت ووقعت على الارض، وكان في توك توك جاي هيشيلني خلاص لولا ربنا سترها. ساعتها الراجل صاحب المحل لقيته جاي يسندني وبيقول لي لا انت اقعدي استني ساعة كده اكون خلصت لك النضارة، احسن لو سبتك لحد بكرة احتمال ما تعرفيش تيجي تاخديها. الموقف التاني بس تخيل يعدي اسم سيدنا محمد وما تعملش اعجاب ولا حتى بتصلي عليه في التعليقات. وانا صغير حضرت خطوبة اختي عشان كنا عاملينها عندنا في البيت، وبعد الخطوبة سبناهم يقعدوا يتكلموا في البلكونة زي اي اتنين مخطوبين. انا بقى زي اي طفل مصري دخلت ارخم عليهم واقعد وسطهم، لكن لقيت حاجة غريبة قوي. لقيت اختي جايبة اللابتوب بتاعها وقاعدين مشغلين ماتش كورة وهو جايب معاه دراعات وبيلعبوا.